السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ليدوز وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم فيه عن قرعة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري اللي بيمثلها من مصر النادي الأهلي ونادي بيراميدز. الأهلي طبعا فايز ببطولة الدوري السنة اللي فاتت وحمل لقب بطولة أفريقيا، وبيراميدز دخل البطولة دي بتاعت الشامبيونز الأفريقية لأول مرة في تاريخه عشان يحتل المركز الثاني في الدوري بعد الأهلي السنة اللي فاتت. القرعة أقيمت يوم الجمعة الساعة 6 مساء عشان توزيع 16 فريق المتأهلين لدور المجموعات على 4 مجموعات. أسفرت القرعة عن الآتي: المجموعة الأولى زي ما قلنا نوازيبو الموريتاني، مازيمبي الكونغولي، بيراميدز المصري، ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. احنا بنبتدي التصنيف من التصنيف الرابع للتصنيف الأول واحنا طالعين. نوازيبو موريتاني تصنيف رابع، مازيمبي كونغولي تصنيف تالت، بيراميدز المصري تصنيف تاني، ميلودي سان داونز الجنوب افريقي تصنيف اول. المجموعة التانية عندنا احنا بنرشح طبعا المجموعة الاولى ان بيراميدز وسان داونز دول اللي يحتلوا المركز الاول والتاني، مع طبعا في مزاحمة هتحصل ما بين مازيمبي الكونغولي وبيراميدز، بس اعتقد ان الغلبة هتكون لبيراميدز وممكن يحتل المركز التاني في المجموعة دي. المركز الاولاني اعتقد ان هو محجوز لسان داونز. المجموعة التانية عندنا فريق من بوتسوانا المركز الرابع اللي هو التصنيف الرابع، جوانك جالاكسي. بعد كده التصنيف الثالث اسك ماموزا الايفواري. التصنيف الثاني سيمبا التنزاني. تصنيف اول وداد المغربي طبعا، وده اعتقد ان هو حاجز مركز اول في المجموعة دي، الوداد المغربي. تليه سيمبا التنزاني مع مزاحمة من أسك الإيفواري، واحد فيهم هياخد مركز تاني في المجموعة دي بعد الوداد المغربي. المجموعة التالتة التصنيف الرابع، ودي مفاجأة إن النجم الساحلي جاي تصنيف رابع، والهلال السوداني تصنيف تالت، بترو أتلتيكو الأنجولي تصنيف تاني، والترجي التونسي تصنيف أول. وأعتقد المجموعة دي هيبقى فيها يعني مجموعة نارية، هيبقى فيها النجم الساحلي والترجي التونسي والهلال السوداني وبترو أتلتيكو الأنجولي. الفرص تقريبا معظمها متساوي ما بين الأربع فرق، ولو إني أرشح نادي الترجي طبعا والنجم الساحلي أو بترو أتلتيكو. صعب إن الهلال يكمل في مجموعة زي دي. المجموعة الرابعة التصنيف الرابع عندنا في المجموعة الرابعة الأخيرة فريق اسمه ميدياما الغاني، وده أول مرة يعني يظهر على الساحة يعني. التصنيف الثالث فيه يانج افريكانز تنزاني. التصنيف الثاني شباب بلوزداد الجزائري. والتصنيف اول ملك ملوك القارة الافريقية النادي الاهلي وحمل اللقب. المجموعة الرابعة اعتقد ان شاء الله باذن الله الاهلي يحجز فيها مركز اول، وشباب بلوزداد المركز الثاني، مع مزاحمة يانج افريكانز على المركز الثاني مع شباب بلوزداد. ولو اني مش بتفائل ان الاهلي ياخد مركز اول في مجموعة في افريقيا، دايما لما ناخد مركز تاني دايما بناخد البطولة، بس لعله خير ان شاء الله ونكسر القاعدة دي. دلوقتي هنشوف امتى مواعيد المباريات، الجولة الاولى من الجولة الاولى لغاية الجولة السادسة، وهنشوف الاهلي هيلعب فين في الذهاب والاياب. وبعديها هنخش على السوبر ليج الافريقي ومبارياته. الثمان فرق عمالقة افريقيا، الثمان فرق هيلعبوا بعض في حاجة اسمها سوبر ليج افريقيا. هنتكلم عن البطولة ديت ونتكلم على مواعيدها ومواعيد ماتشاتها، في الاهلي هيلعب بره وجوه في البطولتين ازاي. الجولة الأولى هتتلعب يوم 24 و 25 نوفمبر. ميدياما طبعا هنتكلم على ماتشات النادي الأهلي فقط، بس الجولات طبعا ثابتة في كل الفرق في الأربع مجموعات، أولى تانية تالتة رابعة خمسة ست جولات. احنا قلنا الجولة الأولى هتتلعب 24 25 نوفمبر. ميدياما هيجي يلاعب النادي الأهلي في مصر. الأهلي هيسافر يلاعب يانج أفريكانز في تنزانيا في الجولة التانية 1 أو 2 ديسمبر. الجولة التالتة هتبقى يوم 8 أو 9 ديسمبر. شباب بلوزداد هيجي يلعب النادي الأهلي في مصر. يبقى كده الأهلي هيلعب في مصر وبعد كده يسافر تنزانيا وبعد كده يرجع يلعب شباب بلوزداد في مصر. الجولة الرابعة هتبقى يوم 19 ديسمبر، هيلعب مع شباب بلوزداد في الجزائر، يعني هيجي يلعب شباب بلوزداد في مصر وبعد كده يطلع يلعبوا في الجزائر. وبعد كده يلعب مع ميدياما في غانا، هنروح نلعبهم في غانا.
دي في الجولة الخامسة 23 و24 فبراير من سنة 2024، يعني من 19 ديسمبر لغاية قرب أواخر فبراير، كل ده هيبقى توقف. وبعد كده ده بالنسبة للجولة الخامسة والستة. الجدول الستة هنلعب يوم 1 أو 2 مارس مع يانج أفريكانز في مصر، وكده هتبقى 6 جولات، والمتأهل فيهم إن شاء الله هيلعب في الدور قبل النهائي. وهنتكلم دلوقتي عن السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى. دي النسخة بتاعت دوري السوبر الأفريقي. أعلنها الاتحاد الأفريقي إن البطولة الجديدة دي هيطلق عليها اسم الدوري أفريقيا لكرة القدم أو أفريكان فوتبول ليج. دي شراكة ما بين الاتحاد الأفريقي وبين الفيفا أو الاتحاد الدولي، بترتيب تصنيف اعلى 8 فرق في قارة افريقيا. دول هيلعبوا مع بعض في دوري السوبر دوت. القرعة اسفرت عن طبعا الثمانية اللي احنا بنتكلم عليهم: الاهلي والمصري وسيمبا التنزاني والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي وانيمبا النيجيري وصن داونز جنوب افريقي وبيترو اتلتيكو الانجولي. فاحنا اول ماتش للنادي الاهلي هيلاعب سيمبا التنزاني، ودي هتتلعب بنظام رايح جاي، ذهاب وعودة، وكأنك بتلعب في بطولة ما فيهاش مجموعات. دي خلاص اللي بيلعب بيكسب بيخش الدور اللي بعده. فدي دور الثمانية، هم 8 فرق. الاهلي هيلاعب سيمبا رايح جاي، والترجي التونسي هيلاعب مازيمبي كونغولي، والوداد الوداد المغربي وانيمبا النيجيري برضو هيلعبوا ماتش رايح جاي، وصن داونز هيلاعب بيترو اتلتيكو ماتش رايح جاي. الكسبان من الاهلي وسيمبا هيلاعب الكسبان من صن داونز وبيترو اتلتيكو. واعتقد ان المباراة دي اعتقد ان هي محجوزة تقريبا مسبقا ما بين الاهلي وصن داونز، اللي قابلناهم كتير في الفترة اللي فاتت زي ما يكونوا مكتوبين علينا بالظبط، كانوا بيلعبوا في الدوري المصري يعني. واللي هيفوز من الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي هيقابل الوداد الفايز من الوداد المغربي وانيمبا النيجيري. بنفس الطريقة برضو اللي هيكسب ما بين يعني مباراة الاهلي وسيمبا، الفايز مع الفايز من صن داونز وبيترو اتلتيكو هيصعد للمباراة النهائية، هيقابل الفايز ما بين الترجي ومازيمبي والوداد وانيمبا ويلعب على المباراة النهائية. افتتاح البطولة دي هيكون ما بين الاهلي وسيمبا التنزاني في دار السلام في تنزانيا يوم 20 اكتوبر. دي في اول مباراة في النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر ليج الافريقي. يوم 24 الاهلي هيقابل سيمبا التنزاني في استاد القاهرة في مباراة العودة. الكسبان من الفرقتين دول هيقابل الكسبان من بيترو اتلتيكو وصن داونز، اللي هي متوقع ان شاء الله. اعتقد ان صن داونز هيفوز على بيترو اتلتيكو في المباراتين الذهاب والعودة، وهيكون قبل النهائي طرفين في قبل النهائي هيقابلوا بعض. هيبقى مباراة قوية جدا ما بين الاهلي وصن داونز، ده المتوقع يعني ان شاء الله. وان شاء الله تكون الغلبة للنادي الاهلي ويتأهل المباراة النهائية. مباراة قبل النهائي هتتلعب الذهاب بتاعها يوم 29 اكتوبر، ومباراة الاياب يوم 1 نوفمبر. طرفين المباراتين التانيين هيبقى الوداد مع انيمبا، والترجي هيلاعب بيترو اتلتيكو. واعتقد ان الوداد ان شاء الله شكله هيفوز على انيمبا بسهولة جدا في ماتش رايح جاي، والترجي هيلاعب بيترو اتلتيكو برضو الترجي اعتقد هيفوز. فكده الوداد ممكن يقابل الترجي في الدور قبل النهائي. زي ما قلنا الدور قبل النهائي يوم 29 اكتوبر، والذهاب والاياب هيبقى 1 نوفمبر. واعتقد ان الوداد ممكن يفوز على الترجي بسهولة، ويبقى النهائي ان شاء الله نتوقع ان يكون الاهلي والوداد في نسخة مكررة تانية، نهائي عربي تاني شمالي افريقي ما بين الاهلي المصري والوداد المغربي في نهائي سوبر ليج افريقيا في نسخته الاولى. ونتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي، اللي الماتش الذهاب هيكون النهائي بتاعه يوم 5 نوفمبر، والاياب هيبقى 11 نوفمبر. دلوقتي هنشوف مباريات النادي الاهلي في خلال الشهرين اللي جايين هيبقوا عاملين ازاي ما بين سوبر ليج افريقيا وما بين افريقيا. هيطلع ويرجع، هتبقى الدنيا عامله ازاي. هنبتدي طبعا بيوم 20 اكتوبر
في السوبر ليج افريقيا يطلع يلعب في دار السلام في تنزانيا، هيرجع القاهرة يلعب مع سيمبا في ماتش العودة يوم 24 أكتوبر الحالي. يرجع بعديها إن شاء الله في حالة فوزه إنه يقابل مثلا، ممكن يقابل سان داونز 29 أكتوبر، وفي مباراة الذهاب، ومباراة الإياب هتبقى 1 نوفمبر. هيرجع بعد كده إن شاء الله برضو في حالة فوزه وصعوده المباراة النهائية يلعب 5 نوفمبر و11 نوفمبر. خلصنا من سوبر ليج افريقيا، هنخش على بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري. الجولة الاولى بعديها هتبتدي 24 25 نوفمبر الجولة الاولى. بعد كده الجولة التانية 1 2 ديسمبر، بعد كده الجولة التالتة من 8 او 9 ديسمبر، الجولة الرابعة 19 ديسمبر. كل ده في حوالي 25 يوم. بعد كده نأجز شوية ونخش الجولة الخامسة يوم 23 او 24 فبراير بعديها بشهرين. والجولة السادسة الأخيرة في دوري المجموعات هتبقى 1 أو 2 مارس سنة 2024 إن شاء الله. وتمنياتنا للأهلي إن شاء الله بإذن الله نشوفه في النهائي هنا ونشوفه في النهائي هنا، وإن شاء الله يتوج بالبطولتين مع بعض، وتكون دي أجمل نهاية لسيمفونية الأهلي اللي بيعزفها على البطولات الأفريقية في الفترة الأخيرة، ووجوده منفردا في الساحة الأفريقية. ان شاء الله باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنسناش بدعمك بلايك، وعايزين نسمع تعليقك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.